حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا شفتوا اكيد ان انا كنت عامله لكم شورت صغير كده في على اليوتيوب عن بتكلم عن مكمل غذائي، واستعملته بقالي فتره وهو عاجبني بصراحه وهكمل فيه. طيب، المكمل الغذائي اكيد انتوا قريتوا اسمه، هو اسمه بيرلون. بصوا يا جماعه، بصوا عدوا معايا: واحد، اتنين، تلاته، ودول 3 شرايط، دول 4 شرايط. 4 يعني. كان في علبة قبل كده كمان، للأسف كنت برميه، ما كنتش عارفة إن أنا أصور والله، وادي علبة اهي كمان أهو. تمام. وده خلصان مثلا. فأنا عايزة أقول لكم يعني إيه، إن هو بديكوا الثقة فيه يعني، أو الثقة في المنتج، إن أنا مش بعمل له دعاية ولا حاجة. هم أصلا ما يعرفونيش، ما يعرفوش عني أي حاجة في الدنيا. العلبة فيها كام شريط؟ العلبة فيها 3 شرايط، كل شريط فيه 10. يعني العلبة لو انت خدت يعني كبسولة في اليوم، لو انت مثلا بتاخدي مكمل تاني بلس بيرلوم مثلا جنبه، فهتاخدي ايه؟ كفاية حباية. لو انت مش بتاخدي الا بيرلوم، خدي حبايتين. ماشي. في ناس بيقولوا خدوا الحبايتين بعد الغداء، وفي ناس يقولوا ايه وزعيهم. انا المجموعة اللي بتقول ايه نوزعهم. يعني انا بحس ايه، هتاخدي واحدة مثلا بعد الفطار، واحدة بعد العشاء لما تيجي تنامي وكده يعني، او بعد الغداء براحتك. طيب. آه ليه اشتريتي منه كتير كده يا صفا؟ انا يا جماعه من النوع اللي بحكم عقلي قوي 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 يعني، الحمد لله مش بجري ورا الترند زي ما قلت لكم. انا حسيت ان الماركه دي لسه جديده، لسه بتثبت نفسها، الشركه لسه بتعمل دعايه والكلام ده كله. فانا بحس ان هم باذلين قصارى جهدهم عشان يعملوا منتج حلو زي ده، وياخدوا سمعه وياخدوا ثقه ويبيعوا والكلام ده كله. فانا حاسه ان هم لسه المنتج زي ما بيقولوا كده محترم. طبعا يا جماعه احنا بنشوف حاجات كتيره، من اول المنتجات الادويه لحد الاكل، بتبقى خلاص من مجرد ما تنتشر وحركه الشراء والبيع كتير يعني، يبتدوا ايه يقللوا في الجوده بتاعه المنتج. فانا عملت ايه لما لقيت المنتج لسه جديد؟ يمكن انا لسه سامع عنه، بس انا حاسه ان هو لسه جديد. لما لقيت البرلوم ده لسه نازل جديد، قمت جايه جاريه اشتريته على طول. 4 علب. تمام. وعلبه من الصيدليه. انا كنت اشتريت من الصيدليه علبه، العلبه كانت غاليه جدا، ب 285 يعني 300 جنيه. لا، كانت غاليه عليا، ما اقدرش اجيبها مثلا علبتين في الشهر. خلينا واقعيين. قمت جايه عامله ايه، دخلت على البيدج بتاعته. عملت اوردر، طلبت اوردر، وسالت على السعر وكده، هم كانوا عاملين اوفر في شهر 11. فلقيت العلبه بنص الثمن. العلبه كانت ب 100 حاجه و40 جنيه، فطبعا دي حاجه ممتازه جدا طبعا. فاشتريت 4 علب، والشحن كان عليا، كان الشحن تقريبا 55 جنيه. طيب، ايه اللي خلاني اشتريه؟ هل عشان هو ترند؟ هل عشان هم عاملين دعايه حلوه؟ هم علشان انا شفت اعلاناته كتير فجري؟ لا طبعا. انا لما قريت المكونات بتاعته والنسب بتاعته والكلام ده كله، حسيت، لان انا ماشيه في الفيتامينات بقالي سنين على سنين يا جماعه. فانا حسيت ان المكونات حلوه جدا جدا، والعناصر اللي فيه حلوه جدا جدا. كل حاجه فيه بتعالج حته معينه. طب يلا بصوا، بما ان ايه هم كاتبين كل حاجه ورا هنا. ماشي. مش عارفه تعرفوا تقروا ولا لا. وهنا اسم المنتج اصلا بيرلو. اوكي، هكتبه لكم برده في الديسكربشن بوكس. طبعا وفي حاجات كتير هتقع دلوقتي، خلاص نرجع ورقه بقى كده. انا بصراحه كتبت العناصر والحاجات بتاعته على في ورقه خارجيه، عشان اعرف اقرا لكم قدام الكاميرا يعني، ما ايه ما اتعثرش، او ان انا ايه ما ابقاش شايفه قوي. طيب. بصوا حلوين. آه ملناش دعوه باللي بيقع. هو بيحتوي على ايه برلوم؟ بيحتوي على الحديد. طبعا الحديد ده اهم حاجه في صحه الشعر، ومن غير الحديد شعرك فعلا بيتدمر حرفيا حرفيا. انا طبعا الانيميا بتاعتي عندي 8. فانا بعالج دلوقتي، هقول لكم برده على المكمل اللي باخده. ف فالحمد لله يعني ماشيه في موضوع ان انا ايه اعالج الانيميا، لان هي بتاثر جدا جدا على شعري. طب الحديد في برلوم بنسبه كام؟ 14 مللي جرام. فايده الحديد، يظبط الهيموجلوبين. سوري يا جماعه. بيظبط الهيموجلوبين بتاعك، بيظبط الانيميا، الكلام ده كله. فبالنسبه للحديد الجرعه بتاعته كويسه. طب نخش في العنصر الثاني، الزنك. الزنك كام يا صفا؟ 15 مللي جرام. الزنك فايدته ايه يا جماعه؟ طبعا هو مفيد جدا 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 للشعر والاظافر والبشره. وبيعمل ايه كمان؟ بيظبط الهرمونات، يعني الهرمونات النسائيه، والهرمونات عند الرجاله كمان. انتوا اقروا في الحته دي، لان هو ايه عايزه شرح جامد. طيب، ايه تاني؟ السيلينيوم. طبعا السيلينيوم حاطينه بنسبه حلوه قوي، 165 مللي جرام. السيلينيوم يا جماعه مدرسه كده لوحده، حاجه ممتازه يعني. بيعمل ايه السيلينيوم؟ بيقلل الشيخوخه، بيظبط البشره قوي، الخطوط الرفيعه اللي بتطلع دي بيقللها. اهم حاجه الشيخوخه يعني، بما فيها بقى بكل ما تحتوي معنى الكلمه يعني.
طيب ايه تاني بقى؟ المغنيسيوم بنسبه كام يا صفصف؟ 75 مللي جرام. حلو، مش وحش. المغنيسيوم بقى يا جماعه ايه دوره في الموضوع؟ المغنيسيوم يا جماعه بيدعم صحه العضلات والمفاصل والاعصاب، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب لو في دكتور مثلا انت بتتعالجي معاه وكتب لك مغنيسيوم، هيقول لك او مثلا بتشتكي من قله النوم او النوم المتوتر او الكلام ده كله، هيكتب لك مغنيسيوم، هيقول لك خديه وانت جايه تنام. المغنيسيوم كمان بيساعدك جدا انك تنامي بشكل كويس، بشكل معقول، بشكل ما تعانيش قوي، ما تقعديش على السرير 3 4 5 ساعات تتقلبي لانك مش عارفه تنامي. طبعا في ناس كتير بيعانوا ايه، ربنا يعافينا يا رب، من النوم ومشاكل في النوم. طيب الحاجه اللي قبل الاخيره، المنجنيز بنسبه كام؟ 2 مللي جرام. معقول. بيعمل ايه المنجنيز؟ وبرضه عامل زي المغنيسيوم كده، بيشتغل على صحه العضلات وصحه المفاصل وكمان هشاشه العظام، يعني بيحد من هشاشه العظام شويه. آه، حاجات حلوه قوي يا جماعه، يعني انتوا شغلوا مخكم كده هتلاقوا حاجات جميله جدا. اخر عنصر اللي هو النحاس. النحاس بنسبه 1 مللي جرام. مش عارفه النسبه دي حلوه ولا قليله، انا ما اعرفش، بس هو دام هو موجود فيشكره برضو الحمد لله. النحاس بقى وظيفته ايه في صحه الانسان؟ ده يا جماعه بيدعم المناعه، خاصه ان احنا داخلين في الشتاء وطبعا احنا عرضه لاي حاجه، نزلات البرد او اي حاجه. وبيدعم صحه المخ. وكمان في حاجه بقى اكتر الستات بيعانوا منها، اللي هو بيحد من ظهور الشعر الابيض. يا جماعه بعد الكلام ده كله لسه عندكم شك ان المنتج حلو؟ يعني انا بصراحه اقتنعت. المنتج عاجبني جدا جدا، اشتريت كميه كبيره منه. طبعا يا جماعه ما تروحيش تشتري علبه وتقولي لا كده خلاص وهجربه. عمرك ما هتلاقي نتيجه من اول علبه، مفيش حاجه اسمها كده. فانتوا اشتروا علبه او اتنين او تلاته. كورس الشعر يا جماعه لا يقل من 4 ل6 شهور، يعني البشره ممكن الحاجه تبان فيها بسرعه، الشعر اصبروا يا جماعه من 4 ل6 شهور على ما تعرفوا تحكموا. انا واخداه زي ما قلت لكم داخله في شهرين اهو، فيعتبر النتيجه الاوليه كويسه. حاسه ان الوقوع قل زي ما قلت لكم، حاسه ان في بيبي هير طلع، ممكن يكون من مساعده تويست اند جو، بس يعني بقول برضو انا ما شفتش شعري بالحاله الكويسه دي من فتره، مع اني كنت بستعمل حاجات، كنت بستعمل زنكترون، كنت بستعمل آه، اسمه ايه يا ربي اللي هو برفكتيل، بريورين. وطبعا بريورين غالي جدا جدا يا جماعه، دلوقتي معدي ال 2000 تقريبا، وبرفكتيل معدي. وكنت بستعمل حاجات كتير قوي والله ناسيها دلوقتي، ما كنتش بحس ان شعري بيتحسن بالشكل ده، مع ان انا لسه في شهرين. فما بالك بقى لو دخلت باذن واحد احد هكمل 6 شهور. هو ده الكورس بتاعي يا جماعه. اي شعري انا بطول بالي فيه قوي قوي. ان شاء الله يعني ايه، يمكن كده على رمضان اكون كملت ال6 شهور، مش عارفه قوي لسه هحسب. ف اشتروه يا جماعه. مش عايزه اقول لكم على ضمانتي، يعني انا اقل بكتير من ان انا اقول على ضمانتي دي، لان انا لسه في قيد التجربه. تاني حاجه، اقروا المكونات عشان يبقى على ضمانتكم انتوا، انا بره الموضوع. انا بجربه قدامكم اهو، وباخده. يعني انا دلوقتي باخد حبايه واحده. ليه؟ لان انا باخد فيتامين د، باخد كولاجين، باخد حاجه كمان نسيها. مكمل تاني برضه هقول لكم عليه، اللي هو من دكتور ساره المهدي. بقالي بجربه من شهر 9 اللي فات، 9 او 10 حاجه كده. فبرضه يا جماعه ايه، شغلوا مخكم، استفتي قلبك. فكري كده وانت بتعملي الحاجه، وانت بتشتري الحاجه، ادي للمنتج وقت. وزي ما قلت لكم يا جماعه، ده اول مكمل غذائي انا بكلمكم عنه، تمام؟ لسه في بعد كده كذا مكمل غذائي اكلمكم عنه، وهكلمكم على العناصر اللي هتخلي الشعر بتاعنا ان شاء الله على رمضان يوصل ايه لاخر ظهرنا، تمام؟ خليكم معايا يا جماعه، وان شاء الله ان شاء الله شعرنا كله هيتصلح على رمضان ان شاء الله. خلاص. لو وصلت للجزء ده من الفيديو اعملوا لايك بليز، اعملوا كومنت حلو. لو عندكم اي نقد بناء قولوه، لو نقد مثلا مش حلو قولوه بس بطريقه كويسه. عشان احنا بنحب بعض ومش عايزين نأذي بعض، لا بالكلمه ولا بالفعل ولا باي حاجه. خلاص يا جماعه، يلا مع السلامه.